السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما تكون بخير يا رب. من مقر مكتبنا احييكم، المكتب الغردقة، شارع النصر الرئيسي بجوار السنتر الليبي. شارع النصر الرئيسي بجوار السنتر الليبي. من العنوان يقول: هل بوفاة صاحب العقار اللي عمل لك توكيل بوفاته يكون التوكيل ده لاغي؟ وهل مصير الورثة للراجل اللي اشترى العقار ده مصيرهم ايه؟ انت النهارده نويت تشتري عقار، انت صاحب العقار، طلعتم مع بعض الشهر العقاري. ايه اللي بيتعمل في الشهر العقاري؟ يا جماعه لازم نوضح، لان في ناس ما تفهمش ايه اللي بيحصل في الشهر العقاري، سواء داخل مصر او لو انت بتتابعني من بره مصر. لازم تبقى عندك درايه ومعلومات وعارف ايه اللي هيتم معاك، ايه اللي هيحصل معاك لما تيجي ان شاء الله بالسلامه ارض الغردقه، تروح الشهر العقاري وانت بتشتري عقار. ايه اللي هيتم معاك؟ انت راجل جاي من بلدك، هتدفع فلوس، ورقك لازم يكون سليم ومستف ورقك ومجهز نفسك وعارف ايه اللي هيحصل معاك وايه اللي هيتم معاك على بينه وعلى درايه. النهارده صاحب العقار انت اتفقت معاه بعد ما عينت العقار وشفته والعقار عجبك، اتفقت مع صاحبه قلت له مثلا بكره الصبح هنروح الشهر العقاري علشان نسجل العقار ده هناك، وحضرتك هتبيع لي العقار بتاعك في الشهر العقاري. في الشهر العقاري صاحب العقار لازم يكون موجود بشخصه وبنفسه وببطاقته الشخصية او جواز سفره، ولازم الاتنين يكونوا ساريين، جواز سفر ساري وغير منتهي، بطاقة شخصية سارية وغير منتهية. بيوقف بنفسه قدام الموظف في الشهر العقاري ببطاقته الشخصية او الباسبور او جواز السفر، بيسلموا للموظف، والموظف بيبص له كويس وبيعرف وبيتأكد ان هو الشخص اللي قدامه في الهوية وبالبطاقة الشخصية وجواز السفر. هيبدأ وقت الموظف في تسجيل العقار للبيع. هنا صاحب العقار بيمضي بخط ايده في الدفتر قدام الموظف في الشهر العقاري، وبيبصم بصباعه كده على الورق، وكده عملية البيع انتهت واتسجلت عند الحكومة المصرية المتمثلة في الشهر العقاري. ومن اللحظة دي أصبح العقار ملك حضرتك. ازاي؟ توكيل بيع زائد توكيل إدارة، ده في حالة ان انت بتشتري أرض. أوقات الصيغة بتاعت التوكيل الإدارة وتوكيل البيع بتنضاف في توكيل واحد لو كانت شقة أو استوديو. أنت حضرتك الحالة دي بتكون فلوسك جاهزة في الشنطة معاك، بتعدها له والراجل بيعد فلوس كده، كل شيء تمام لحد كده. أصبح العقار ملكك بموجب التوكيلين اللي اتعملوا في الشهر العقاري، وبتستلم أنت التوكيلين اللي هو المشتري بياخد التوكيلين الأصول بعد ما يتختموا آخر مرحلة بختم النسر من عند المدير، بتاخدهم وبتكون مجهز جنب التوكيلين دول عقد بيع، بتمضي برضو البائع عليه وبتبصمه بصبعه على العقد. كده طلعت من الشهر العقاري كمشتري معاك 3 حاجات بيثبتوا ملكيتك للمكان ده. عقد بيع. ايه عقد البيع؟ عقد البيع بينص وبيوضح حضرتك اشتريت ايه بالظبط، غرفة فندقية ولا استوديو، طب استوديو ده في كومباوند ولا في عمارة، الدور الكام، مساحته كام، تمام، بالتقسيط ولا كاش، ولا لسه الراجل ليه فلوس، ولا هو خد كامل فلوسه في القعدة دي. كل ده بيتشرح في العقد، زائد شرط جزائي، زائد بنود تحمي الطرفين منهم. واهم بند وبيرتبط بالتوكيلات بنكتب في العقد: هذا البيع ساري امام الورثة فيما بعد موت البائع. يعني ما يجيش الحاج فلان او الاستاذ فلان بعلي بعد موته الاقي الورثة او حد من عياله جاي يقول لي ابويا ما باعش. لا، احنا بنقول ان هذا البيع ساري على البائع على ورثته في حياته وبعد موته. يبقى انت كده كلبشت البائع بعياله ورثته بقرايبه، محدش هيعترضك خالص.
نرجع بقى لموضوع التوكيلات. احنا كتبنا البند ده في العقد. نرجع لموضوع التوكيلات. هل الراجل اللي باع لي ده اقول لك تاني يوم مات؟ هو باع لي وقبض فلوس، هو نازل على السلم مروح مات. الموت علينا حق، محدش عارف هيموت امتى، ده حاجه بتاعت ربنا. الراجل مات، هل يحق لابنه كان معاه في الشهر العقاري اعترض على البيعه دي؟ قول لي لا، ده التوكيل ده انتهى بموت ابويا. الاجابه لا. محكمه النقض ايدت الكلام ده، قالت بموت موكل اللي هو البائع لعمل توكيل للمشتري ده لا يحق لورثته الطعن في البيع. لما حضرتك بتقدم التوكيل للمحكمة هي بتبص على النص اللي تم. ايه اللي تم بين الاتنين دول؟ اقول لك انت النهارده حضرتك مش فاضي، مواطن مش فاضي او مشغول في شغلانه او ما عندكش وقت، عملت توكيل لمحامي. بايه؟ توكيل لمحامي بالقضايا. اي قضيه تخص حضرتك المحامي بتاعك ده بيروح يترافع وبيروح يشوف ايه الموضوع. غير ان انت عملت توكيل لاحد الاشخاص ومذكور في التوكيل البيع للنفس والبيع للغير. فالمحكمة لما بتشوف الجملة دي بتعرف وتتأكد ان حضرتك بعت وقبضت ثمن العقار بتاعك. علشان كده بطمنكم خالص ان توكيل البيع وتوكيل الإدارة وجنبهم عقد بيع بينص وبيوضح انت اشتريت ايه ببنود الطرفين بشرط جزائي كبير على اللي يرجع في كلامه، وبند ان البيعة دي تمت عن طريق فلان الفلاني وهو يملك هذا العقار ومواصفاته كذا، وان البيع ساري عليه وبعد موته ولا يحق لأحد من ورثته التعرض للمشتري. والتوكيلين دول في صالحك طالما موجود فيهم جملة البيع للنفس والبيع للغير. وفي توكيل تاني بيتعمل جنب ده اسمه توكيل إدارة علشان تقدر تركب كهرباء وغاز ومية ومرافق وكل شيء وتتولى أمور العقار بتاعك.